انا في الفيديو ده هسف، بس هسف بطريقه علميه ممنهجه بصفتي كصيدلي، وهسف بصفه ازهري. انا دلوقتي شفت مشهدين في مسلسلين الاثنين استفزوني. دلوقتي حضرتك انت شاطر في التمثيل، خبره في التمثيل، ما ينفعش ان انا اعدل عليك كاحمد السقا في التمثيل او اعدل عليك خالد النبوي في التمثيل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سمع الله لمن حمده. رساله بس للاستاذ خالد النبوي، انا اسف، انا راجل يعني بحترم فنك وبحترم يعني ان انت راجل ممثل محترم، بس حضرتك هو انت كانت هبه معاك يعني ان انت تعمل مذهب خامس؟ يعني مثلا مش عاجبك الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي فقلت اعمل النبوي؟ ما هو رساله الامام وسكت، يعني انت رساله الامام وبس. فانا قلت خلاص، مع قصه حياه الامام الشافعي ده المعروف، لكن شكل كده انت كانت في نيتك وانت بتصور المشاهد رساله الامام النبوي، لان في اضافات حضرتك انت بتضيف حاجات مش ما عملهاش مسيلمه الكذاب، مش الامام الشافعي. بس معلش يعني ما فيش حد ابدا يعمل قصه حياه الامام الشافعي ويغلط في الظهر او في العصر، مش هنختلف هم 4 ركعات. الموضوع مش صعب، يعني الموضوع مش صعب. انا مش عارف عدت ازاي على كل اللي بيصوروا طاقم التصوير يا جدعان ده الامام الشافعي. يعني انا ابني دلوقتي لما يكون معدي يقول لي مين ده يا بابا، اقول له ده قصه حياه الامام الشافعي حبيبي. يقول له تمام، وكل لسه مصلي مع العصر ولا الظهر، ويبص يلاقيك بالصلاه على النبي بتصليها جهريه، هيفتكر ان انا اللي لسه داخل الاسلام الجديد. هيشك في ديانتي. ما هو لازم هيمسك في ايدي ويتاكد ويعمل، ما هو لازم يعرف برضه انا بعبد ايه. ويجي بعدين يبص يلاقيك بترفع من الركوع وبتروح مين اللي ما فيش وضع دعاء، ما فيش وضع دعاء من رفع من الركوع. احنا بنقول ربنا لك الحمد، وكل واحد بقى بيقول بالصيغه المأثوره عن سيدنا النبي، بس ده ولا لكن فعل ما فيش. الصلاه توقيف، عباده توقيفيه، الركن الاعظم توقيفي، يعني ما فيهوش اختراعات، ما نزودش وما ننقصش، لان كل خطوه وحركه وهمسه وكلمه بناخدها عن سيدنا النبي. وايه حضرتك المشكله انك بتعمل ايه؟ بتعمل شخصيه الامام الشافعي اللي هو اصلا وظيفه الائمه الاربعه ان هم نقلوا لنا كل همسه وكلمه وحرف وحركه سيدنا النبي عملها عشان ما حدش يخترع. يعني هم رصدوا لنا كده في كتبهم كلها حياه النبي عشان احنا نمشي على نهجه. فانت تيجي بقى في دي وتروح تخترع انت بقى مذهب خامس. طب حضرتك في دماغك مذهب خامس، خلاص بقى نجيبه في اي شهر مش رمضان، لا. وعرفنا الاركان بتاعتك هتبقى وضعها ايه، والكتاب بتاعك هينزل امتى، وفي المكتب في معرض الكتاب هينزل في الطبعه بتاعته في اي جناح حضرتك عشان نبقى عارفين. لكن حضرتك يعني معلش يا اخوانا ما تستسهلش، والله الاستسهال ده اللي مبهدلنا. يعني هناك في هوليود واوروبا والدول المتقدمه لما بيعمل دور، اقول لك ايه، لما بيعمل دور تاجر مخدرات، يعني اللي عمله بابلو اسكوبار كان بص مفصل الدنيا تفصيل. الراجل ده يعني بيدرسوا الشخصيه، حتى لو راجل كان بيوقد بنات، كان بيدرس الشخصيه بالحذافير، بيعمل مفيش غلطه. يقول عشان ما يقولكش ده حريه الابداع، لا، حريه الابداع حضرتك ما دام شخصيه معروفه وليها تاريخ يبقى 90% من الحياه بتاعتها تتعرض، وال10% حضرتك ابداع. بس انا ما ابدعش في الاساسيات، ما بيجيش انا بعمل قصه المفروض ان ده شخصيه دينيه يعني هتمس جانب كبير جدا من الدين، واقعد احرف والف، ولما اتزنق والجماهير تزنقني في الاخطاء من اول 6 حلقات واحنا لسه مكملين، فاروح اقول اصل ده معظمه من خيال المؤلف. خيال المؤلف ايه حضرتك؟ دي مش قصه حياه يوسف شاهين، لا حضرتك يعني فما ينفعش والله. دي مش اسكندريه ليه؟ عشان احنا نقعد بقى ايه كل واحد يسال اسكندريه ليه، كل واحد حر بقى، اسكندريه ليه، اسكندريه كمان وكمان. لا هو حضرتك ده دين. يا دي رساله، يعني مش اسمه الرساله، مش اسمها رساله الامام، دي رساله هتتحاسب عليها. فيا تقول يا تعرف وتقول اعرف، يا تقول ما اعرفش. لكن ابداع في الصلاه، هنبقى كرييتيف في الصلاه. انا عندي الحل، هتاخد قطره اسمها توبريكس او توبراديكس، والاثنين نفس الماده الفعاله، وقطره ثانيه انتبيوتيك اسمها فيجا موكس. جرب الوصفه دي. احمد السقا بيعلق على نفادي على الحركه اللي هو الغمزه اللي بيغمزها، فبيقول له حضرتك هتجيب توبريكس او توبراديكس والاثنين نفس الماده الفعاله بكل ثقه. ازاي الاثنين نفس الماده الفعاله حضرتك؟ ازاي لما اسمها توبريكس؟ هي معلش هم يعني كان في وحمه مثلا في العلبه بتاعه التوبراديكس كان فيها وحمه، فهم سموها توبراديكس عشان خاطر يميزوهم، يعني اثنين كانوا توأم ملتصق، تمام. بس فهم قال لك نسمي دي توبراديكس على انها وحمه مثلا، فنعلم بيها التوبريكس عن التوبراديكس. لما الاثنين فضى من الشركه، يعني شركه الكون كانت فاضيه كده مش وراها حاجه، فقالت لك اما اعمل اصل حضرتك ده مش طقم خلاط اللي هو احنا هنزود قطعه في الطقم الثاني عشان يبقى ايه كلنا السوق، لا هو حضرتك دي دواء. فلما يبقى نفس الشركه هتنزل منتجين نفس الماده الفعاله، ده مش فضى، هي مش فلوس حرام هي حضرتك يعني. فاكيد لا، يعني توبريكس توبراديكس ده هم حاطين ديكس في الاخر ليه بقى؟ عشان اي حد مش
مش فاهم مثلا، او في المجال، او حد عايز يستفهم، او حد يا سيدي الدنيا دخلت في بعضها وشافهم الاثنين على الرف وكان شارب ميه مخلل مثلا، مساعد صيدلي ولا صيدلي كان شارب ميه مخلل ومتلخبط مش واخد باله، كان راجل ما تصحرش، بس لا ده توبراديكس، ده توبريكس، ومعلمينها لك بالالوان ومعلمينها لك بالاسم. فالتوبراديكس ده المفروض ان هو انتي بايوتيك زي ما حضرتك كنت بتشرح في الفيديو، بتقول له الفيجاموكس دي برضه انتي بايوتيك، ما هي انتي بايوتيك، واللي انت قلته في الاول ده حضرتك ده مش عنب بناتي، ما هو برضه انتي بايوتيك. انتي بايوتيك دي انتي بايوتيك توبريكس، ودي انتي بايوتيك مع ديكساميثازون، عشان كده سموها توبراديكس، تمام؟ فدي كورتيزون وده انتي بايوتيك، دي ليها كيس ودي ليها قصه يعني مش عايزين نشرح يعني. والثالثه دي ما برضه مضاد، انت هتدي له 2 مضاد، واحده منهم فيه كورتيزون ليه؟ ولو انت فاهم ان الاثنين مضاد في الاول الواحد، وبتقول اي واحده من الاثنين وهتدي له معاها مضاد ليه يا عم؟ هو عمل عمليه ميه زرقاء، ما انا في نفسي افهم يعني. فالفكره كلها في ان حضرتك، ما هو انت ممكن في ناس يعني ايه تسمع الكلام ده فتقول لك يا عم طب ما انت بتفتي في مجالنا، فلما اجي افتي انا مثلا في مجالك انت مش تقول لي مالكش دعوه، مالكش فيه، ما بتفتيش في مجالي. ماشي تمام، مع ان اي حد معدي بيفتي في كل حاجه دلوقتي، بيفتي في الدين، ما هو لسه بنتكلم في الشافعي، اي حد بيفتي في الدين، فما جاتش على الطب يعني. بس دي مش معضله، هنقول ان الراجل كان بيقول افيه، مع انه كان ممكن يحل الافيه ده بحاجه اصيع، كان ممكن يستعين بالاستاذ المعلم بوحه، كان ممكن يستعين بالمعلم بوحه، يعني محمد سعد في البوحه طلع من الافيه ده بساعه لما كان عنده المرض الكلابي، فاهم؟ فقال له ده مرض كلابي على فكره، ده مرض كلابي، انا كان عندي المرض ده وطلع منه، يعني خلى الموضوع ايه، خد اطار كوميدي وعدى من الموضوع ولذيذ. ما تعلمش ليه من المعلم بوحه؟ احنا في قارنا مفيش مقارنه. انا هلعب مع الدنيا واكون قدها، ما هي الدنيا هدها. فاهم بيريح بس مش بيستريح. مالك اعمل فيه ما بدالك. مع ان المسلسل ده يعني كان شدني شويه مصطفى شعبان فيه، بس المسلسل ده انا مش فاهمه، يعني المسلسل ده كله حكم، كله سجع، كل الناس اللي فيه بتسجع، مفيش حد فيهم خالص بيتكلم عادي، مفيش حد فيهم خالص مثلا يا عم بيقول جمله عاديه اللي هو انا داخل اتشطف، مفيش حد مثلا مفيش حد مثلا بيقول لك انا نازل اشتري فينو من تحت. تتخيل بقى انت لو قعدت قاعده زي كده وعطست، محدش هيقول لك يرحمكم الله، لا ده هيبقى فيه كلام، فيه شرح، فحاول انك تكتمها، يعني ما تعملش اي رد فعل. تخيل معايا المتنبي لو كان عايش في الاجواء دي وشاف مسلسلات رمضان والسجع والقافيه والوزن والجمل اللي ما تطلعش كده خالص سالكه، كله بيبقى فيها والله الراجل ده كان مثلا قال لك يا عم انا هاخد كورس سوفت وير وافتح محل موبايلات صيانه، يعني اشتغل اي حاجه، اخد لي كورس حقن مثلا واتعلم وابقى تمرجي، يعني اللي هو اعمل اي مصلحه، ايه اللي انا اشتغل في الشارع؟ ما هولاش لازمه يعني، ما هولاش لازمه، الراجل ده هياكل عيش منين؟ مفيش. ما هو كان متميز في وسط الناس اللي كانت بتتكلم امتى صباحا امتى مساء صباح الفل، كانت فهو الوحيد اللي كان ممكن مثلا يقول لك امتى صباحا في ليل كان مش عارف ايه، الليل والخيل والبيداء تعريفه، فكان في تركيب، كان في ناس بتحس انه ايه يا عم ده. انا قلت اخيرا يعني، انا قلت يا عم الناس الكبيره في كويس ان في ناس كبيره في المسلسل نرجع لها، واحده زي الست سوسن بدر الكباره دي مستحيل تعمل حاجه زي كده، وراضيه عليه يشوط الدنيا برجليه. اتفرج يا عم، حتى الست عضوها في ودانها باين ولا عملوا لها، ولا عضوها في لسانها. نروح لكبير الديابه استاذ زكريا الديب، استاذ رياض الخولي، ينفع اللي بيحصل كده يعني؟ سهل تتعلم بس صعب تبقى معلم. لا يا عم انا هكمل في المجال ده، انا خلاص يا باشا، انا ده سهله جدا، ده انا ممكن من السنه الجايه تلاقوني عامل مسلسل 30 حلقه لو الموضوع كده. اكسر صيامك بالخشاف عشان اللي سمع مش زي اللي شاف. يلا يا سيدي خد اكتبوا اكتبوا، يا ريت لو المسلسل لسه ما خلصش، الحلقه الاخيره لسه ما نزلتش، لسه ما اتصورتش، استاذ مصطفى شعبان، استاذ باسم سمره، اي حد من الناس دلوقتي يكتبوا معلش ونرص الكلام ده. خد عندك دي، خد دي، اشتري دماغك كاش مش قسط، ولما تعطس قول انا عطست. يلا انا عايز حد يكتب يا جدعان، انا عايز الناس تكتب. يلا يا ريت استاذ مصطفى، يا ريت توصلوا الفيديو ده لاستاذ مصطفى شعبان واستاذ باسم سمره عشان يعرفوا ان على فكره الموضوع مش صعب، احنا بس اللي سايبينكم تاكلوا عيش يعني. العمليه قريبه والدنيا اوضه وصاله. مش عارف صراحه، انا عجزت في دي، انا عجزت. لا صراحه لا، هو بابا المجال في المجال ده المجال ده بتاعه غالبا، هو ما كانش قصده بابا المجال في السيارات والعربيات والكلام ده كله، لا هو كان قصده ان هو بابا المجال في السجع. لا صراحه ده عدى هشام الجخ، ده الجخ ما يقدرش يجخ جخه وهو قاعد. خلاص مصطفى شعبان يا باشا كل الجو، هو فعلا بابا المجال في السجع والنخل بتاعتك يا بابا المجال حبيبي. بس انا معلش يا استاذ والله انا بحبك قوي يا فنان، بس حضرتك ليه في كل مسلسلاتك لازم تفقد حد؟ يعني مره اختك، مره والدتك، مره ابوك، مره حتى في المسلسل ده قلنا حلو جاي مبسوط والدنيا رايقه، وامك الحاجه سوسن بدر كانت شديده وهي اللي اتعافت عليها وهي اللي اتسندت عليها وهي
في الاخر اكتشفنا ان هي هتروح مننا، وضحكوا وقالوا لك انها ماتت، ورحت شايل برضه الطين اللي هو لازم اشيل الطين في حلقه، وقال لك لا يا عم احنا كنا بنضحك عليك. ليه حضرتك لسه ده في حزن، انا متاكد ان في حزن لسه باقي في ال3 اسابيع اللي فاضلين في رمضان. فبالراحه يعني مش لازم تخضونا وتقول لك وامك ما هي غالبا هتموت يعني. سوسن بدر مش هتكمل بوضعها ده والهالات السوداء اللي تحت عينيها، هي مش هتكمل معانا، انا حاسس كده. وغالبا وابوك طلع عنده سرطان، فبرضه غالبا برضه مش هيكمل، فممكن الاثنين انت اللي تحفر القبرين جنب بعض. فكده كده ما تستعجلش على الحزن، انت هتموت وتعيش يتيم كيفك. ما فيش المشكله ان كل اللي بتيجي معاهم اهلك في المسلسل اللي بتاكلهم بيكونوا فقراء. فانت يعني حتى لو في دماغك انك مثلا بتخلص منهم في اول 3 4 حلقات عشان تورث، ما هو ما فيش ورث، ما هو انت دايما بتيجي من تحت التراب وبتكبر على اخر المسلسل، بتغتني وبتبني نفسك بنفسك. طب ما تخلي حد يا عم ينبسط معاك يا عم، يشوف العز اللي طلع عليك ده. ايه الطمع والانانيه دي يا استاذ مصطفى؟ فانا يا ريت برضو لو سمعت الفيديو بتاع تاخد بالك من النقطه دي المسلسل الجاي يعني. بس وتحياتي ليكم يعني.